استعدادات كبيرة قامت بها مملكة البحرين لاستضافة بطولة خليج 21 بدءا بالتجهيزات والصيانة التي طالت المنشآت الرياضية وصولا إلى استقبال الجمهور الرياضي محليا وخليجيا. التقرير التالي والتفاصيل. السباق الذي توجهت نحوه البحرين لتحقيقه أكد أنها قادرة على إنجاز المهام الصعاب في أوقات قياسية لتكتمل به الفرحة ويأتي كأس الخليج إلى بلد نشأ مرة أخرى بين أحضان أهله وشغف محبيه. قبل ما يقرب من عام كانت الأعين متوجهة نحو مملكة البحرين متسائلة تارة عن مدى قدرتها لاستضافة خليجي 21 وشاخصة أبصارها تارة أخرى لمكامن الخلل التي يبعدها عن إمكانية وصول الدورة إلى البحرين بعد أن تم إقرار تحويل الاستضافة عن العراق. إذن هي قصة تحدي مع الزمن أصرت عليها سواعد أبناء المملكة تحت رعاية مباشرة من القيادة الرشيدة إصرارا لما بدأ يمثل صورة تواصل بالدرجة الأولى بين الخليج العربي ومحل تنافس شريف بين الأفرقة المشاركة. فاق مستوى الإنجاز كل التوقعات، فالإعداد والمتابعة لإعادة تأهيل المرافق الرياضية استعدادا للبطولة مثل حلقة قوة لبناء أعد بنسق متكامل يبهر ضيوف البطولة قياسا لفترة الإعداد التي لم تتجاوز العام. تجهيز المرافق وإعدادها لاستقبال خليجي 21 أعطى شكلا مغايرا ومختلفا ونقلة أخرى لتلك المرافق، والتي بلغت تكلفتها نحو 13 مليون دينار، شملت عددا كبيرا من التجهيزات، منها تغيير مقاعد الجمهور بالكامل بالاستاد الوطني لاستقبال 25 ألف متفرج، وتجهيز غرف تبديل اللاعبين بأحدث التجهيزات بما يتوافق مع آخر المستجدات الرياضية والصحية. أما على الجانب الآخر فملعب مدينة خليفة الرياضي والذي سيشهد جزءا من مباريات البطولة شهد استحداث عدد من التغييرات، منها إضافة شاشة LED حديثة وتركيب مقاعد للمنصة الأمامية لاستقبال ما يقرب من 13 ألف متفرج. لا يمثل هذا كامل التحدي الذي سيواجه اللجنة المنظمة للبطولة، فأمامها تحد آخر وهو احتواء تلك الأعداد من الجمهور لكلا الملعبين وتيسير حركتها دخولا وخروجا، حيث قامت اللجنة المنظمة بإعداد خطة متكاملة وبالتنسيق مع الداخلية لوضع مواقف مخصصة للجماهير وتوصيلهم إلى الملاعب تفاديا للازدحامات وتسهيلا للجمهور المتوقع. الجمهور بات على موعد مع بداية الفصل الثاني من التحدي الذي اكتمل أوله بالانتهاء من الإعدادات كافة، وهو مدعوا بكل طاقاته لإشعال جذوة المنافسة.